هاي، انا هدير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو روتين كده في الشقه كلها، بس بصراحه هتتحمسوا جدا جدا. فيديو النهارده عاجبني قوي قوي، وان شاء الله باذن الله يعجبكم. فيديو النهارده بقى الفكره بتاعته ان احنا في 10 دقايق او ربع ساعه بس هنلم فيها الشقه كلها. مش هقول لكم بقى تنظيف عميق، لا، هو التنظيف اللي هو العادي، اللي هو ممكن اقل من العادي، بس مبين الشقه كلها ان هي جميله ونظيفه ومترتبه. لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، انا هدير. بتمنى بقى ان انتي تنزلي كده تدوسي اشتراك، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بنزلها. وكمان ما تنسوش تحطولي لايكات كتيره قوي. طبعا لو فكره الفيديو عجبتكم، عايزاكم تكتبولي كده ايه تحت في الكومنتات. بصوا، احنا كل الفكره ان احنا هنشيل اي كركبه، مش هننضف تنظيف عميق، لا، احنا هنمسك كده المكنسه اللي بالكهرباء، هنبقى مشغلينها، هنلف بيها على الشقه كلها، وهنبتدي ان احنا اي حاجة كده محتاجة تتساوى، محتاجة تتلم، العاب محتاجة تتلم نلموها، اي حاجة محتاجة تتشال نعملوها، الفرش محتاج يتنفض ننفضوه، بس مش هنشيل اي حاجة من مكانها، اللي هو كل حاجة كده زي ما هي. 10 دقايق في اليوم لو لمينا الموضوع ده كده وعملنا الموضوع ده، صدقوني يا بنات مش هياخد في ايدينا اي حاجة كده. وبالذات بقى لو حددنا الوقت، يعني مثلا فتحنا كده التايم، كأن مثلا بنقوله ايه، احنا مثلا في حد جاي لنا، فخلاص اللي هو اتصل بينا، انا ربع ساعه هبقى في البيت. عارفين انتوا الاحساس ده، اللي انتوا لسه ما عملتوش اي حاجه في البيت وحد اتصل بيكوا وقال لكم ربع ساعه وجايلكوا، انتوا بقى بتقوموا تعملوا ايه؟ بتلموا كده اي حاجه محتاجه ان هي تتلم، اي حاجه محتاجه ان هي تتعمل، الاولويات بتقوموا طبعا تخلصوها على طول. وهي دي فكرة الفيديو. بس احنا مش هيكون جايلنا حد، لا، احنا هنكون احنا اللي بنعمل علشان خاطر نفسنا. اول حاجة حبيت ان انا اعملها طبعا هي الليفينج، المكان اللي احنا بنقعده فيه كده على طول. ده طبعا اكتر مكان، يعني اقول لكم ايه، الارض بتبقى عايزة تتكنس في اليوم 200 مرة، يعني مش قادرة اوصف لكم. فبحب ان انا ابدأ بيه علشان خاطر الأوضة دي بالذات، لو لقيتها، بس بقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت منيماها جوه، فجأة لقيتها قدامي هنا، ايه اللي جابها؟ لا، وجايب الكوفرتة بتاعتها كمان. المهم فبتقولي انا هاجي انام هنا، قلت لا لا، خشي نامي جوه، بس هي مش راضيه. المهم، آه كنت بقول لكم ايه مش عارفه بجد كنت بقول ايه. تقريبا كنت بقول ان الليفينج دي بتبقى محتاجه ان هي تتكنس في اليوم 200 مره، بتبقى محتاجه تتكنس كتير جدا في اليوم علشان خاطر نحس ان هي ايه، نضفت كده واتظبطت. بصي دي محتاسه بالكوفرته بتاعتها. توتة عندي ما بتنامش خالص غير لو انا جنبها. لازم، يعني لازم تبقى نايمة وانا جنبها، فغير كده ما ترضاش ان هي تنام ابدا. فعماله بقول لها انا هو هبقى شايفاكي، انا هو هبقى كده، بس هي ايه، عماله محتاسه كده وعماله تلف حوالين نفسها. هي كانت كنت لسه مديها شاور، فحتى شعرها لسه ما سرحتهوش. فقلت بقى اخلص كده بسرعه بسرعه، واقعد بقى ايه، اقعد اسرح لها شعرها كده وانيمها واظبطها وكده يعني. بصي يعني محتاسه في الكوفرته بتاعتها ازاي. المهم دخلت بقى، طلعت برا على الانتريه كده برا زي ما انتوا شايفين، ورحت بقى قلت ايه، اكنس بقى انفض الاول طبعا اي حاجه، الانتريه، الكنب والكراسي والكلام ده كله محتاج ان هو يتنفض. وبعد كده بقى ايه، المكنسه اللي بالكهرباء دي معايا كده في الشقه. وانا بصراحه قبل ما اعمل الكلام ده، انا اول ما صحيت عملت الاوض، اوضتي واوضه بصي انا المكنسه كانت شلاني. يعني عايزه اقول لكم، اصلا شايفين الوقت اللي انا خدته ده، انتوا ممكن تاخدوا اقل منه بكتير، علشان خاطر انا المكنسه بتاعتي فيها مشكله، فعشان كده هي كانت بتعطلني كل شويه، يعني رخمه شويه. فممكن انتوا لما تعملوا ان شاء الله باذن الله الموضوع ياخد وقت اقل من كده. المهم اول ما صحيت دخلت على الاوض، يعني عملت مثلا السراير وكده، ما كانش فيه برضو حاجات كتير. فلما جيت بقى اعمل الليفينج واعمل بره والمطبخ والكلام ده كله، قلت لا، انا بقى ايه، هصور معاكم كده واوريكم ايه اليوم بيبقى عامل ازاي. هنا كنت خلاص هتشل انا عايزه اقول لكم، اصلا لولا ان انا كانت مسدود، انا والله كنت بصوت. بنتي جت بتقولي في ايه يا ماما، في؟ قلت لها ممكن لسه خنقتني. المهم، بقى ايه، خلاص كده يعتبر خلاص كنست كده الانتريه زي ما انتوا شايفين، والدنيا تمام ورايقه وزي الفل. تعالوا بقى ندخلوا بقى على الايه، على الحاجه الكبيره بقى، على المطبخ.
هو ان شاء الله باذن الله يعني مش كبيره قوي، بس انا قلت ايه، قلت بقى ابتدي ان انا بتلبس غطا البرطمان بتلبسه في دماغها. المهم قلت افضي كده غسالة الاطباق والم كده اي حاجة في الحاجات اللي موجودة على الرخامات دي مطرح ما فطرنا والكلام ده. فقلت بقى الم كل الكلام ده كده واشوف الحاجات اللي هي محتاجة تتحط في غسالة الاطباق احطها، والحاجات اللي هي محتاجة تتغسل اغسلها. وعلى فكرة انا ساعات يعني بعمل المواعين في غسالة الاطباق ساعات بحطهم على مرتين، بس عادي يعني مش مهم، مش بتفرق معايا قوي. فلما بيبقى في حاجات كتير بقوم حطها على مرتين، لو في حاجات يعني على قد الغسالة قشطة يعني بحطها على حطة وخلاص. المهم عايزة اقولكوا الحلة دي تقريبا كده عشان اللهم بارك كبيرة، فما بلاقيلهاش مكان بتدوخني جدا، فبقوم حطاها كده في الرف ده كده اللي على الجنب. المفروض يعني ان الرف ده بيتحط فيه بقى ايه، مفرش، ديكورات، الكلام ده كله انا حاطه فيه الحله. يعني بسم الله ما شاء الله عليا يا جماعه بجد. المهم قلت بقى ايه، افضي برضو الاطباق والحاجات دي كلها، كل ده مطرح الفطار زي ما انتوا شايفين كده. فعايزه افضي بقى الدنيا، بحب كده ايه اقوم حاطه كيسه الاول على الرخامه كده الم فيها اي حاجه انا مش محتاجاها، اي زباله اي حاجه بقوم لماها فيها وبعلقها هنا. انا عندي باسكت بس الباسكت جوه الدولاب، فالباسكت اصلا يعني اللي هو اللازق في البتاع. نعم، اللي هو لازق تعالي يا توتو، اللي هو لازق في الدولاب نفسه، يعني اللي هو تبع الالموتال. فحتى الباسكت الموتال تمام، فمشكلته ان هو فيه فراغات من جوه، لما باجي احط فيه كيس اجي اطلع الكيس بقى يتقطع بقى مطرح الفراغات دي، او مطرح المكان اللي بيتحط فيه في الدولاب. انا مش عارفه افهمكم قوي، بس في مره في فيديو تاني هبقى اوريهولكم. فلو جبت باسكت تاني مفيش مكان ايه ان انا احطه فيه، وكده كده اوريدي الحارس تحت او مراته بيجوا ياخدوا كل يوم المغرب الزباله، فقشطه يعني مش مهم، بعلقها كده لحد المغرب وبعد كده ايه خلاص بيجوا ياخدوها، ببقى لما فيها بقى اي حاجه. انما بجد في الباسكت بتبقى جوه الدولاب وبتبقى بتتقطع مني جامد قوي، بتحتاج بقى ان انا على طول اغسل الباسكت طبعا، علشان خاطر الباسكت مش بيبقى بيبقى مش ما فيهوش تهويه. وطبعا معروف ان الباسكت بتاع الزباله بيبقى لازم فيه تهويه. في حراميه هنا بتسرق الخيار من جنبي. في حراميه تانية صغيره برضو جت سرقت الخيار من جنبي، تقريبا بيروحوا يغسلوه في التويليت، تقريبا ده اللي انا اكتشفته يعني في الفيديو. بس المهم فالباسكت بيحتاج ان هو طبعا يتهوى على طول، فعلشان كده بطلت بقى ان انا احط فيه، تعبت جدا، تعبني كذا مرة. وكمان ان انا اطلعه اصلا من مكانه بيحتاج بقى ايه ان انا افضل بقى اشد فيه واطلعه واعمله، فالموضوع متعب يعني. بس المهم بقى ايه، هنا عماله بفكر اعمل ايه. الطبق ده كان فيه مربى، قلت اسيبه كده قلت اسيبه في البتاع ده، اسيب فيه ميه كده علشان خاطر يتعمل شويه، يدوب شويه، وبعد كده ايه في شويه برضو مواعين تانيين في الحوض هبقى احطهم في الحطه التانية. بس قلت بقى ايه بعد الغدا علشان خاطر بقى ايه احط الحطه التانية بالمره مع مواعين الغدا مع كل حاجه يتحطوا على طول. المهم الطبق ده بس الموف ده مش بحطه في الغسالة، ساعات بحطه بصراحة، بس ايه بياخد كده مساحة، فقلت لا انا اغسله على ايدي وخلاص، والباقي كده اسيبه مع مواعين الغدا، اقوم حطاهم بقى كلهم كده مع بعضيهم كده حطة واحدة، مش هيقعدوا في ايدي طبعا، ايه مش هياخدوا في ايدي اي حاجه. وبعدين يا جماعه عادي، انا مش بتضايق يعني ان انا سايباهم، اسيبهم شويه اي ساعه كمان عادي يعني، مش مهم، مش قصه يعني. مش موضوع يا جماعه. بس المهم قلت بقى ايه امسح كده الرخامه واشوف البوتاجاز برضو لو في اي حاجه محتاجه تتعمل قبل ما نتغدوا اعملها. برضو في حاجات كده فيها حاجات بسيطة. بصوا بقى محدش عنده حل مع موضوع ردة العيش ده بجد. يعني انا عايزة اقول لكم يعني هو عيش القاهرة غير عيش اسكندرية. عيش اسكندرية بصراحة ما فيهوش الردة دي كلها، وما بينزلش الردة دي كلها. عيش القاهرة بينزل كمية ردة بجد رهيبة.
اجي اسخن العيش من هنا الاقي البوتاجاز كله اتبهدل ليه بجد؟ انا والله العظيم بجد مش عارفه يعني العيش بتاع اسكندريه كله ما فيهوش الكلام ده. المهم رشيت دوت كده وقلت امسح بقى البتاع وكده كده يعني مش محتاج ان هو يتدعك، هو يا دوبك ايه يتمسح كده ويتنضف علشان خاطر لما اجي اعمل الاكل ابقى بعمل الاكل كده ايه وانا حتى نفسيا مرتاحه لان الدنيا حواليا كده ايه رايقه. هو بس اللي كان مضايقني مطرح ردة العيش. بس المهم يعتبر كده خلصت كده البوتاجاز. هحط برضو اعلق على الغسيل بالمره. حطيت كده الغسيل في الغسالة وهحط المسحوق. عايزة اقول لكم ان المعطر بتاع الملابس بتاعي خلص فعايزة اروح اجيب، عايزة انزل اجيب تاني. انا تقريبا كسلت ان انا انزل فقلت خلاص هغسل المرة دي من غير المعطر. المهم هنا ولعت على الرز، بولع على الرز قبل الطبيخ، ما تسألونيش ليه، والنبي يا جماعة لو في حد تاني زيي قولولي ما تحسسونيش ان انا لوحدي. المهم هعمل ايه النهارده؟ هعمل كوسه باللحمه المفرومه. بصوا بتبقى حلوه، اولا بتبقى طعمها حلو، ثانيا مفيده جدا وصحيه كمان للاطفال. ف وسهله جدا 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 في العميل. فقلت كده اعملها على طول. بصوا انا دايما لما باجي اعصج لحمه بحب اعصج لحمه بزياده، تمام؟ ف ببقى معصجاها وببقى سايباها في الفريزر، بطلعها يا دوبك تفك اعمل بيها بقى اللي انا عايزاه. اعمل بيها مكرونه بشاميل، اعمل بيها جلاش باللحمه المفرومه، بصوا اي حاجه انا ببقى عايزه اعملها بيها بعملها بيها. لو ما عنديش بقى ايه، لو ما عنديش لحمه متعصجه بحط الاول بصل اديله كده صدمه، وبعد كده بحط اللحمه المفرومه. اول ما لونه يبتدي يتغير اقوم حاطه الصلصه. فهي يعني تعتبر هي بس ان انا بقى معصجه لحمه بزياده واحطهم في اكياس في الفريزر، ده بالنسبه لي اسهل بكتير بكتير بكتير. انا بحب كده قوي يعني، بيسهل عليا حاجات كتير في الاكل. المهم حطيت الطماطم وحطيت بقى بهاراتي وكده وهغطيها بقى واسيبها كده شويه. وهنا الرز كان محتاج ان هو يتقلب وخلاص دقيقتين كده، وهوطي عليه واحط الشياطه بتاعه الرز برضو. هنا ده تمام. كنت مقطعه بقى الكوسه، كنت غسلاها ومقطعاها كده زي ما انتوا شايفين. وبس كده هسيبها بقى تاخد غلوتين لحد لما تستوي. عايزه اقول لكم بقى التركايه بتاعتي اللي انا بحب اعملها في الكوسه اللي باللحمه المفرومه، بحب قوي 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 ان انا احط لها حاجه بسيطه كده من النعناع. عايزه اقول لكم والله العظيم النعناع ده بيوديها في حته تانية. قولوا لي بقى تركاتكم وحطوا لي لايكات كتير قوي.